طيب تعالى لي بقى، انت تنزل دلوقتي تعمل اشتراك في القناه، لان حرفيا الحلويات اللي جايه لو فاتتك انا مش مسؤول. بص بقى يا صديقي، انا جاي لك النهارده بدرس حرفيا لو اتقنته ممكن يغير وزنك كمصمم جرافيك مطبوعات في السوق. انا هنا بتكلم على مصممين الطباعه، مش بتكلم على مصممين السوشيال ميديا. طيب في وسط دوشه الذكاء الاصطناعي اللي احنا عايشين فيها دي، اي مصمم دلوقتي ممكن يقدر يعمل تصميمات سوشيال ميديا بكل بساطه ويبدا ان هو ينزلها. طيب ايه اللي بيفرق المصمم الشاطر عن المصمم اللي واخدها ذكاء اصطناعي؟ بص يا ابو الاصدقاء، انت لما تكون مصمم جرافيك مطبوعات فاهم شغل الطباعه وفاهم يعني ايه فصل الوان وفاهم يعني ايه داي كات، انت كده مصمم بتلعب في حته لوحدك، لان مش كل المصممين عندهم الحته دي، خصوصا لو انت مصمم وفاينلايزر طباعه. انا جاي لك بقى النهارده بدرس الشنط الورقيه اللي في مصممين كتير بالمناسبه ما بيحبوش يشتغلوا فيها عشان هم مستصعبين العمليه الحسابيه بتاعت الشنطه، منفاخ وطول وارتفاع ولسان وبتاع. كمان معتقدين ان هم عشان يصمموا الشنط دي لازم يكونوا بيعرفوا يرسموا فورم. اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده ان انا مش جاي اقول لك ارسم فورمه وصمم الشنطه وسقط التصميم على الفورمه، لا، انا جاي اقول لك ازاي تصمم شنطه حتى لو انت ما بتعرفش ترسم فورم. وعشان ما يبقاش عندك حجه، الاستاذ محمد خيال شارح الشنط الورقيه بالفورمه بتاعتها، وهسيب لك لينك الدرس بتاعه في الديسكريبشن، يعني ما عندكش حجه. فمهم ان انت تركز في الدرس ده عشان تفهم بس العمليه الحسابيه بتاعه تصميم الشنط، ومهم ان انت تجيب كوبايه قهوتك عشان الدرس دسم ومليان معلومات. كالعاده ما تنساش كومنتك الجميل اللي بيحركني وبيشجعني ان انا اقوم اشتغل. عشان ما اطولش عليك اكتر من كده في المقدمه، يلا بينا نبدا. طب يا صديقي، ما قلتليش ايه رايك في الصوره الصغيره دي؟ اكتب له في كومنت كده. اول حاجه كده عايزين نعرفها قبل ما نبدا نصمم، انت لما يجي لك عميل وانت شغال في مكتب دعايه واعلان او مطبعه او ايا كان، كده كده العميل بيجي يقعد جنبك خلاص. ايه اللي احنا محتاجين نعرفه برضو دلوقتي؟ اللي احنا محتاجين نعرفه قبل ما نبدا نصمم هو انك بتسال العميل هو لون الشنطه هيكون ايه. انت بتاخد منه اللون وبتعرف منه لون الدباره بتاعته، الدباره بتاعت الايد او الايد بتاعت الشنطه هتكون ستان ولا هتكون حبل زي كده. انا جايب لك الشنطتين دول عشان نطبق عليهم، تمام؟ طيب انت عرفت منه ان الايد بتاعت الشنطه هتكون ستان، بتبدا تساله على لونها. هو مش عايزها ستان وعايز الايد تكون عباره عن دباره كده، بتبدا برضو تساله على لون الدباره عايزها تكون ايه. وطبعا هم كده كده بيبقوا لونين ماشيين مع بعض طبعا على حسب لون الطباعه. ده بالنسبه للايد بتاعت الشنطه. تاني حاجه هو اللون بتاع الشنطه، اللون اللي هيبقى في الارضيه، تمام؟ طيب تالت حاجه بقى ودي الاهم، وهو المقاس. المقاس هنا انا كاتب لك 3 ارقام، كاتب لك 24 في 30 في 12. ال 24 ده هنقول ان ال 24 ده هو الارتفاع بتاع الشنطه في الجزء ده كده. خليني كده اعمل نيو لاير واجيب البراش تول وابدا ارسم لك عشان تفهم قصدي. هنقول ان ال 24 هو الارتفاع بتاع الشنطه وال 30 هو العرض بتاع الشنطه. طيب ال 12 دي عباره عن ايه؟ ال 12 دي هي عباره عن المنفاخ بتاع الشنطه او الجنب بتاع الشنطه. بالمناسبه الجنب بتاع الشنطه احنا بنسميه المنفاخ. طيب المنفاخ كده لو جيت قربت هتلاقي ان هو مقسوم نصين، هتلاقي ان هو لو مسكته في ايدك كده هتلاقيه متني. فال 12 بتاعه المنفاخ دي بتتقسم 6 و6، وفي النص بتيجي الريجه بتبدا تكسر الشنطه عشان المنفاخ يبقى مقسوم نصين كده. طب انت كمصمم ايه علاقتك بكل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده؟ علاقتك هي عمليه حسابيه بتفتح بيها التصميم وبتبدا تسقط التصميم على الفورمه في حاله ان انت ما بتعرفش ترسم فورم. هم بعتوا لك الفورمه او بعتوا لك الاسطمبه جاهزه، بتبدا تسقط عليها التصميم، تبدا ان انت تبعت طباعه. طيب دلوقتي بقى نخش على مرحله التصميم، وبكل بساطه هروح على فايل نيو وهبدا افتح المقاس بتاعنا. طبعا هنا هخلي المقاس بالسنتيمتر، وزي ما اتفقنا هنقول ان العرض بتاع الشنطه هو 24 سم والارتفاع هنقول ان هو 30. طبعا الريزوليوشن هنخليه 300 عشان اي حاجه صغيره بنخليها 300، تمام؟ بالنسبه للكالر مود طبعا بنشتغل سي ام واي كي في الطباعه، وهبدا ادوس كريت. احنا كده فتحنا مقاس العرض وفتحنا مقاس الارتفاع. اول حاجه كده هبدا اعملها ان انا هبدا اشد جايد. لو الجايد هنا مش ظاهره عندك بتبدا تدوس كنترول ار عشان تظهر. هبدا اشد جايد لحد اخر التصميم بالشكل ده كده. اللي احنا هنبدا نعمله بعد كده، لو جيت ركزت هنا في الشنطه تلاقي ان هي فيها لسان كده عباره عن لسان داخل لجوه، يعني في لسان متني لجوه كده. ده بيكون كام سم؟ في الغالب احنا بنشتغله 3 سم، فعايز ابدا ازود الجزء ده كده ما اخدش من مساحه التصميم نفسها. فهعمل ايه؟ هروح على ايمج من هنا، وفي حاجه هنا اسمها كانفاس سايز، هبدا ادوس عليها. لما تتفتح معاك هتلاقي ان علامه الريليتيف دي مش متعلم عليها، فانت هتبدا تضغط عليها عشان تفعلها، تمام؟ وهتبدا تدوس على السهم اللي تحت في النص ده عشان ازود المساحه من فوق من هنا. وفي الارتفاع هبدا ادوس 3، فكده هو زود معايا 3 سم من فوق. فهبدا اشد جايد لحد ال 3 سم دول، لحد ال 3 سم اللي هو زودهم لي دول. طيب ده بالنسبه للسان اللي بيخش لجوه في الشنطه. طيب دلوقتي في سؤال مهم جدا، احنا فاتحين الارتفاع والعرض بتاع الشنطه من ناحيه واحده. هتقول لي يا عم عمر، ما احنا لو فتحنا الشنطه
الشنطه قطعناها وفردناها هيبقى المقاس اكبر من كده؟ هقول لك حلو السؤال ده، وانا مبسوط ان انت بتسال ومركز معايا. بص يا صديقي، المقاس اللي انا فاتحه ده هو اللي انت بتشتغل عليه، وده بيطبع مرتين، فلما بيطبع مرتين الاثنين بيتلزقوا في بعض، فالاثنين لما يتلزقوا في بعض الشنطه بتكون شنطه كامله. طيب عشان يتلزقوا في بعض، بيتلزقوا في بعض منين؟ بيتلزقوا في بعض من اللسان، برضو انا باخده من على الشمال، وغالبا برضو بيبقى 3 سم. فهبدا اروح على ايمج واختار الكانفاس سايز تاني، وهبدا المره دي ادوس على السهم ده عشان يبدا يزود لي من الشمال من هنا، وفي العرض هنا هبدا ازود 3 وادوس اوكي. هنا هو بدا ياخد لي 3 سم، فهبدا اشد جايد عندها بالشكل ده كده. تمام. طيب نيجي بقى للحته الاهم، وهو المنفاخ اللي احنا اتفقنا ان هو هيكون 12 سم. المنفاخ انا هخليه على الجنب اليمين ده. هبدا اخد المقاس بتاعه ازاي؟ احنا اتفقنا ان المنفاخ 12 سم. تمام. هبدا اروح على ايمج واختار الكانفاس سايز تاني، والمره دي هعلم على السهم الشمال ده عشان يبدا يزود لي من اليمين من هنا، وفي العرض هبدا اختار 12 وهبدا ادوس اوكي برضه. طيب هو هنا خد لي ال 12 سم. طب انا عايز اخلي المنفاخ ده عباره عن 6 و6 عشان لما يجي يكسر في النص تيجي معاه مظبوطه بالظبط. هبدا اجيب اداه السلكت المربع، هبدا ارسم سلكت كده لحد ما يكون العرض معايا هو 6 سم بالظبط، وهبدا اجيبه عند الجايد دي، وهبدا اشد جايد تاني في الجزء ده. شكرا. هدوس كنترول دي عشان الغي السلكت. انا كده خدت المقاسات بتاعه الشنطه. في حاجه اخيره بقى وحاجه مهمه جدا، وهو ان الشنطه دي بيكون ليها قاعده من تحت بتتثبت عليها او بتبقى قاعده عليها كده. القاعده دي مقاسها كام؟ القاعده دي مقاسها نفس مقاس المنفاخ ده، فانا هبدا ازود 12 سم لتحت برضو. هبدا اروح على ايمج واختار الكانفاس سايز تاني، وهبدا ادوس على السهم ده كده عشان يزود لي من تحت، وفي الارتفاع هنا هزود 12 وهدوس اوكي. طيب هبدا اشد جايد هنا كده في الجزء ده، وهجيب نفس اداه السلكت برضو، وهرسم سلكت كده لحد ما يكون الارتفاع معايا 6 سم، وهبدا اجيبه في الجزء ده كده، وهبدا اشد جايد الناحيه دي، وهبدا ادوس كنترول دي عشان الغي السلكت. حاجه مهمه جدا، في لسان بيتلزق منه الشنطه من تحت، عشان القاعده لما تخش في بعض بيكون في لسان بيخش لجوه. هبدا ازود اللسان من تحت، واروح على الايمج واختار الكانفاس سايز تاني، وهبدا اعلم على السهم اللي فوق ده، وفي الارتفاع هنا هبدا ازود 2 سم وادوس اوكي. انت كده خدت مقاساتك مظبوطه، تقدر ان انت تصمم وتحط التصميم بتاعك ومفيش اي مشكله. طيب دلوقتي انت خدت مقاسات الشنطه بتاعتك مظبوطه، ما فيهاش اي مشكله، تقدر تصمم وتعمل اللي انت عايزه. بعد كده هروح على الادجستمنت من هنا واختار السوليد كلر، وهنا انا عايز انزل الشنطه دي في الواحد لون عشان يبقى زنكايه واحده يطبع عليها. فهبدا مثلا اختار اللون الماجنتا ده، وليكن هخليه 50 مثلا وادوس اوكي. طيب دلوقتي بقى بالنسبه لمرحله التصميم بقى اعمل فيه اللي انت عايزه، يعني هتبدا تحط التصميم بتاعك هنا. فانا اروح على فري بيك، وفي السيرش هنا مثلا هكتب لوجو، وهبدا اشده معايا على التصميم بتاعي بالشكل ده. طبعا هبدا اشيل الارضيه سريعا. تمام. ودبل كليك على اللاير، وهختار الكالر اوفرلاي واخليه وليكن باللون الابيض. تمام. اللون الابيض هنا مش بيحتسب ان هو لون تاني، احنا كده ما زلنا في الواحد لون برضه. خلاص. طيب عشان اوصل اللوجو ده في نص الشنطه بالظبط، مالكش دعوه بالمساحه بتاعه التصميم اللي احنا فاتحينها. هنا لو بصيت في الشنطه هنا هتلاقي ان اللوجو هنا متوسطن بالظبط. هعمل ايه عشان اوسطنه؟ هبدا اجيب علامه السلكت المربعه، ومن اول اللسان لحد اول القاعده من هنا كده هبدا اعمل سلكت. بعد كده هروح على اداه الموف تول تاني، وهنا هيبدا يظهر لك علامات الالاين من هنا، تبدا ان انت توسطنه في النص. بعد كده كنترول دي عشان تلغي السلكت. كده انت اللوجو معاك متوسطن في النص بالظبط. وهنا ممكن تبدا ان انت تحط باترن، يعني خلينا كده نحط باترن في المنفاخ. هروح على الادجستمنت من هنا وهبدا اختار الباترن، وايا يكن بقى الباترن اللي انت هتحطها ممكن اختار دي. تمام. اقف على الماسك من هنا وهبدا اجيب علامه السلكت المربعه، وهبدا اشد سلكت لحد اول المنفاخ كده، وهبدا اجيب الهارد براش، وهبدا ان انا امسح الجزء ده انا مش محتاجه، وكنترول دي عشان الغي السلكت. وهنا ممكن اخليها سكرين مثلا، واقلل الاوباستي بتاعتها كده بالشكل ده. فكده انت عملت باترن شكلها جميل وشكلها لذيذ، والشنطه سيمبل وشكلها حاجه يعني لاكجري فعلا. وبس كده بالاصدقاء، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. يا رب اكون عرفت ان انا اوصل لك المعلومه بكل بساطه. وعايز اقول لك ان دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها، الطريقه اللي انا كنت شغال بيها في مكاتب الدعايه. اللي انا عايزه منك انك تطبق ورايا وتعمل لي منشن على اي جروب مصممين. سيب لك الفايلات دي في الديسكربشن، واشوفك في فيديوهات جايه احسن واحسن. سلام.